طيب انا اتكلمت عن مسلسل صلة رحم في الفيديو اللي فات بشكل سريع كده، وحكيت بشكل مختصر قد ايه كانت تجربتي مع المسلسل ده ايجابيه، وانه افضل مسلسل في رمضان السنه دي بلا منافس. وحقيقي كنت عايز اكتفي بكده وما اتكلمش عنه تاني، بس بعد المسلسل ما خلص حسيت انه انا مش كل يوم بشوف عمل عربي بهذه القوه والقدره على انه يقدم قصه قويه تحترم عقل الشخص اللي بيتفرج. عمل مش بيستسهل ويقدم المعتاد والشائع في معظم اعمالنا الفتره الاخيره. الفيديو ده هيبقى عباره عن مناقشه كده بحريه شويه لاحداث مسلسل صلة رحم، مش حرق كامل وانما بس مشاركة بعض الافكار. فلو عايز تشوف نبذة مختصرة عن المسلسل ارجع للفيديو اللي فات. بدون تطويل زيادة عن كده، الاول اهلا بيكم، انا محمود ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. الاول كده المسلسل بيحكي عن الدكتور حسام وزوجته الحامل ليلى، واللي بسبب حادث كان الدكتور حسام السبب فيه بتخسر زوجته مش بس طفلها وانما كمان قدرتها على الانجاب. وبننطلق مع بطلنا في رحلة بيدفعها الشعور بالذنب لإصلاح غلطه والدخول في طريق محرم وغير قانوني لمحاولة الحصول على الرزق. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، يمكن روعة المسلسل ده في مدى نضجه في تعامله مع القصة المعقدة جدا اللي بيحاول يقدمها، واللي من خلالها بيحطك كمشاهد في وسط كم لا نهائي من المعضلات الأخلاقية والأسئلة اللي بلا إجابة. وهنا لازم ندي تحية احترام وتقدير لكاتب المسلسل محمد هشام عبية على مدى جرأته في إنه يحطك كمشاهد في تفاصيل الموضوع التقيل اللي بيناقشه، وبينقله ليك من غير ما يحاول يحط نفسه في موضع واعظ أو حكيم. وقدرته على إنه يعرض لك قصة بتختلط فيها معاني الصح بالغلط، قصة الحكم الأول والأخير فيها هو أنت. تلقائيته في الكتابة مثيرة جدا للإعجاب. قصة زي ديت في إيد حد غيره كانت ممكن تتحول حرفيا لفيلم هندي رخيص، لكن لا، هو كان عارف عايز يوصل أنهي رسالة، والأهم إنه كان عارف إزاي يوصلها مع إبداعه في كتابة حوارات من أجمل ما يمكن، حوارات طبيعية جدا بتتقال كل يوم في شوارعنا، من خلالها بيقدم أسئلة كتير وتعقيدات أكتر. وده مكمل لنضج المخرج تامر نادي، واللي لما دورت شويه ما لقيتش له اعمال كتير مهمه، لكن هنا عنده احساس بقيمه الموضوع اللي بيتناقش، وبياخد وقته كويس في تقديم شخصياته ورسمهم بكل سلاسه، وبيعرف يخلق تشابك بين خطوط كل شخصيه والتانيه. مفيش معلومه بتتقدم ملهاش لازمه، كل حاجه بيجيلك وقت وبنرجع نستدعيها. بيمحي تماما اي مط او تطويل بدون مبرر، وفي نفس الوقت بيخلق احداث مسليه ومؤثره جدا بتشدك للقصه، وبيحترم سوداويه الموضوع اللي بيتناقش وبيحطها قدامك كمشاهد بدون اي محاوله للتحايل الرخيص عليها. وهنا نيجي للشخصيات بقى، وده موال لوحده. اللي بيميز الشخصيات بتاعه قصتنا هي واقعيتها الشديده، ومدى سهوله انك تحط نفسك مكان كل شخصيه، لانها ببساطه شخصيات رماديه جدا زينا كلنا، جواها الجانب الطيب والجانب الشرير. محدش فينا ملاك ولا حد فينا شيطان، لكن على حسب المواقف اللي بنتعرض ليها ممكن نطغى جانب على التاني. فعندنا مثلا بطل قصتنا شخصية دكتور حسام، طبيب التخدير اللي بنتعرف عليه على انه الشخص الصالح اللي ما عندوش مشكلة يعاند حتى رئيسه لو شافه بيعمل حاجة غلط. وبنشوف مثاليته الشديدة في تحديد مبادئه في حواره مع دكتور خالد في اول حلقة، وانه كان على استعداد انه يبلغ عنه لما عرف انه بيقوم بعمليات غير قانونية في عيادته الخاصة. لكن هو برضه نفس الشخص اللي لما بيتحط في موقف صعب زي انه للمرة التانية يفقد الفرصة في الاحساس بالابوة، بتلاقيه بيتحول ويطلع جانب غريب منه، منافي لكل مبادئه اللي بيحاول يرسمها، بل وبيشترك مع دكتور خالد اللي كان بيكرهه في عملياته طالما هيحقق هدفه من خلاله. عملية تأجيل الأرحام الحل الوحيد والنهائي لدكتور حسام علشان يحصل على طفل من زوجته. والحقيقة أنا مش بشوف بس إن مشاعر الأبوة أو حتى تبريره إنه بيحب زوجته هو السبب الوحيد اللي خلاه يصل للحل ده، وإنما كمان بسبب إحساسه بالذنب إنه كان السبب الأكبر في إن زوجته مش بس تفقد ابنها وإنما كمان قدرتها على الإنجاب. هذا الذنب بسهولة بيختفي ورا أطنان وأطنان من العند والأنانية والكبر المكونين لشخصيته، وفي محاولة للهروب منه قادر يرتكب كتير من الجرائم. ببساطة، هل بطلنا شخص سيء؟ بعد تفكير كتير لقيت ان الإجابة ولا. هو شخص أكيد غير سوي نفسيا، عنده كتير من جوانب الأنانية والنرجسية وحب الذات بشكل مبالغ فيه، لكن مش بس ده الدافع الوحيد اللي كان بيحركه علشان يعمل اللي عمله. احنا قدام شخصية قدرت تطلع أسوأ ما فيها في سبيل الهروب من ذنب بيطاردها، وده شيء أنا متعاطف معاه جدا. وهنا يجي السؤال، مين ممكن ترضى انها تحط نفسها في موقف زي ده وتبقى قادرة تحمل طفل جواها ل9 شهور وبسهولة تتخلى عنه كأنه ما كانش موجود؟ هنا بنلاقي نفسنا قدام شخصية حنان، البنت اللي كل أحلامها إنها تعيش في هدوء وسلام بعد حياة حافلة بالظلم والإهانة اللي شافتهم على إيد عيلتها وزوجها. بنت على الرغم من قوتها اللي بتظهر من أول مشهد، لكن بنكتشف جواها ضعف وهشاشة كبيرة. وفي اللحظة اللي بتتحط فيها في اختبار بين إنها تختار حياة آمنة وبين إنها تعيش في خوف، بتختار الأمان حتى لو كان ثمنه غالي، وده شيء مفهوم جدا بالنسبة لي. شخصيتنا في ثانية لقت كل حاجة اتحرمت منها في حياتها في مقابل تمن يمكن يكون غالي، لكنه كمان هينقذها من زوجها اللي بيحاول يخلص منها. وحقيقي حتى مش بس الأبطال اللي تقدر تحط نفسك مكانهم ويتعلق بيهم، لا،
حتى الجانب التاني من القصة برضه أو الجانب اللي احنا بنبقى شوية ضده تقدر تتفهمه. حد زي المحامي زياد اللي على الرغم من الكره اللي هتواجهه لشخصيته لكنك هتبقى عارف حد اليقين انه ما بيعملش شيء غلط وان هو الجانب الصح في القصة. لكن كرهك ليه هيجي من حتة تسرعه في إصدار الأحكام بدون محاولة حتى لفهم الصورة كاملة. ويمكن ده أجمل رسائل المسلسل في وجهة نظري. ببساطة قاعدة قديمة قدم التاريخ، عمرك ما هتفهم ليه حد تصرف معين غير لما تتحط في نفس موقفه، ووقتها لازم تمتنع عن إصدار الأحكام لانك ببساطه ما تعرفش هو مر بايه علشان يوصل للي وصل له ده. يمكن الحوار الافضل في المسلسل بالنسبه لي كان حوار دكتور خالد مع الضابط اللي كان بيحقق معاه. حوار عميق بيظهر قد ايه احنا عندنا خلل في مجتمعنا في نقطه وصم الشخص الغلطان طول عمره ومحاسبته بشده تصل للموت بدون اي محاوله لفهم الظروف اللي اتحط فيها في سبيل الوقوع في الخطيئه دي. حبيت جدا انه بشكل سريع قوي وراك ازاي كل شخصيه من شخصيات قصتنا ممكن تكون عارفه انها بترتكب اخطاء، لكن الاخطاء دي في نظرهم هي الطريق الامثل للوصول للصواب. اختلفت بقى او اتفقت مع ده مش دي المشكله، الفكره ان هو ده الواقع. وبعدين الجمال انه ابدا مش بينسى جانب القدر في قصته مع اصراره انه يحط نهايه عادله لكل شخصيه، وتبقى كلمات اغنيه تتر البدايه اكتر طريقه مثاليه لوصف حالنا في محاولتنا لمحاربه قضاء ربنا لينا، وازاي انه مهما حاولت تغير القدر محدش هيكون خسران غيرك. ويسيبك مع مشهد نهايه مؤثر جدا في لقطه من اجمل ما شفت السنه دي، والدكتوره ليلى واقفه في مواجهه حنان قدام ازاز الحضانه اللي فيها طفلهم، ويسيبك مع هاجس عن طفل محبوس بين امين كل ام منهم ليها حق بشكل او باخر فيه. مش هقدر اقول انه بعد التفكير الكتير في معضله المسلسل قدرت اطلع باجابه لكل الاسئله الاخلاقيه اللي طرحها، لاني مقتنع انها اسئله بلا اجابه، على الاقل طول ما انا بعيد عن المواقف اللي اتحط فيها شخصيات القصه. وده في حد ذاته نقطه انا انبهرت بيها جدا في صله رحم، انه عنده ثقه كبيره في المشاهد ومش بيحاول يفرض عليه اي راي يتبناه. وعلى الرغم ان كلنا فاهمين ان القضيه اللي بيناقشها المسلسل محرمه دينيا واخلاقيا وقانونيا، لكنك بتبقى واقف عاجز عن استدعاء الخاطر ده مع تعقيد الشخصيات اللي بتتقدم لك. والسيناريو الخرافي ده بيجبر الممثلين ان هم يطلعوا افضل ما عندهم. اياد نصار بقدرته الجباره على تحويل اي مشاعر كره عندك تجاهه لمشاعر تعاطف وتفهم، وانه جسد صراع موجود جوانا من بدايه الخليقه بين تحقيق اهدافنا وبين الالتزام بقوانين واخلاقيات بتنظم حياتنا. او اسماء اليزيد اللي بكل تلقائيه بتجسد شخصيه بسيطه جدا ممكن تكون موجوده حواليك في اي مكان، صوره بتظهر قدامك ووراها كتير من التفاصيل المستخبيه. وجمال السيناريو خلاني اشوف اداءات تمثيليه مدهشه من ناس حقيقي عمري ما توقعت اشوف منهم اداء بالقوه ديت. وكلامي تحديدا عن صفاء جلال اللي في ثانيه قدرت تغير جلدها وتفرض وجودها في مشاهدها القليله، او سلوى محمد علي اللي عندها مشهد مثير للدموع جدا في الحلقه الثامنه بتستعرض فيه قد ايه هي ممثله شاطره. وده مكمل لممثلين اول مره اشوفهم زي الممثله السوريه ريم كفرنا، بتجسدها شخصيه من افضل شخصيات القصه، البنت اللي كانت مستعده تضحي باي حاجه علشان تحافظ على صلتها بحبها القديم. مشهدها لما بيقرر حسام انه يتجوز من حنان قدامها صادم جدا، في بتلاقي نفسك من غير ولا كلمه بتفتكر الرحله الطويله اللي عدت بيها وتضحياتها الكتير. ولا شخصيه دكتور خالد اللي كرهك ليه بيتحول لتعاطف شديد. ممكن تكون لسه بتستنكر اعماله، لكن فهمك لطريقه ادراكه للامور بيخلق التعاطف ده. وطبعا الضحيه الاكبر في المسلسل وشخصيه يسرا اللوزي بكل التقلبات اللي بتعدي بيها من سيده في ثانيه بتفقد اكبر احلامها في الحياه انها تكون ام، لرحله ما بين الشك والخوف من التعلق بامل كذاب. وده مكمل كمان لكل الشخصيات الثانويه في القصه، كل حد منهم بيقدم اداء متقن لشخصيه مثاليه الكتاب. حقيقي من فتره طويله مفيش عمل مصري نجح انه يخليني ادخل في مرحله التفكير الطويله دي. عشان كده صله رحم مسلسل مش زي اي حاجه عربيه شفتها قبل كده، وتقييمي له هيكون على نفس المعايير اللي بقيم بيها اي عمل اجنبي حبيته. عشان كده تقييم المسلسل صلة رحم هو 8 من 10. وبس دي كانت كل حاجة عندي النهاردة. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، اتمنى تكونوا استمتعت، وشاركوني برأيكم عن المسلسل لو شفتوه، وايه هي اهم المسلسلات اللي بتتفرجوا عليها في رمضان السنة دي. واكيد تابعوني على فيسبوك وتويتر، هناك بنشر مراجعات مكتوبة للافلام اللي بشوفها، الروابط كلها تحت الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، انا محمود وسلام.